من فات قديم وتاه، ولو ناسي إن كسوة الكعبة كانت بتتصنع بأيادي القصبجية المصريين يبقى مفكرك. الأول كده الكسوة خرجت من مصر للحجاز سنة 661 هجرية في عهد الظاهر بيبرس، وشجر الدر هي صاحبة فكرة المحمل، ومحمد علي أمر بإنشاء دار صناعة الكسوة سنة 1233 هجرية، وفضلنا نصنع الكسوة ونبعتها للحجاز في المحمل لحد سنة 62. والنهاردة هنسترجع عظمة الحرف المصري وقت كسوة الكعبة مع فنان مصري جده كان رئيس مصلحة الكسوة 4 سنين، والعيلة كلها بتشتغل في مهنة القصبجية أو حرفة القصبجية لحد النهاردة. تعالوا نشوف حكاية كسوة الكعبة مع القصبجية. وهو كان يعني بيشتغل، وكان في نفس الوقت رئيس مصلحة الكسوة في نفس الوقت دوّة. كان 10 أفراد بيشتغلوا من السنة للسنة على الكسوة الشريفة. طبعًا دلوقتي بيعملوها حاليًا مرتين في السنة في المملكة يعني. زمان عشان خاطر الناس بتشتغل في كسوة الكعبة وكده، كان طقوسها زي الناس العادية جدًا، ييجوا الصبحية مثلًا بدري، يولّعوا قرآن، الأول يفطروا، يبخّروا، يغسلوا إيديهم بمَيّة ورد. يعني وبعد كده بقى يشربوا الشاي أو القهوة بتاعتهم، ويقعدوا بقى بيسموها بقى يركبوا النول، أو زي ما بنقول كده يعني الراجل بيركب النول أو يقعد على الكرسي بتاعه. إحنا كنا بنسميها بيركب النول، يفضل قاعد بقى لحد ما يخلّص الشغل بتاعه. وطبعًا ال10 دُولة كانوا بيشتغلوا مثلًا، كانوا موظفين تبع الدولة، فكان كبيرهم يعني بينزلوا مثلًا الصبح بدري، وكانوا بيرجعوا على الساعة 15:00، 16:00. الخيط وقت صناعة كسوة الكعبة ده كان سلك فضة حَلْ. ما كانش خيط زي دلوقتي. إحنا دلوقتي بنشتغل مثلًا بخيوط القصب، إنما شغل الكسوة لحد وقتنا هذا موجود هناك حتى في المملكة، بيشتغلوا بسلك الفضة الحَلْ، وبيتّلي دهب عشان الأبيض أبيض يبان والأصفر أصفر يبان كده يعني. إنما هي الفضة الوحيدة الطيّعة في الشغل. طبعًا مش أي حد يقدر يشتغل في الفضة أو الدهب يعني، أو كل حد هييجي يشتري حتّة بالإمكانيات دي. فعوّضنا عنها دلوقتي بقى بخيط القصب وسلك نحاس، عشان خاطر برضه نحِد من التكلفة شوية. قماش الكعبة كان قماش حرير طبيعي، وكان بيتكتب عليه الآيات بقى اللي هي كانت خاصة بالحِج. يعني مثلًا قال تعالى: "وإذ سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني." وبشِّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلًا كبيرًا. والحمد لله كان لينا الشرف إن هي الكُسوة تخرج من تحت إيدينا سنة 23، 24، 25، 26، حوالي 3، 4 سنين يعني باتباهى بالحكاية دي. الفن ده اسمه فن الأصبجي. فن الأصبجي ده اللي هو بيشتغل بخيوط القصب على القماش. اللي بيميز حرفة الأصابجي أو الحرفة نفسها شرب الصنعة زي ما بيقولوا، الجودة، نضافة، شكل الحرف بعد ما بيخلص، حاجات كتير أوي. يعني هو إحنا بنعمل الحاجة زي ما اتعلمناها من زمن الزمن يعني. هي لما كسوة الكعبة توقفت، أسرة الأصابجي كملت في نفس النهج. حبينا بقى والدي مثلًا يعمل مقاطع زي اللي كنا بنعملها على الكسوة. ابتدينا مثلًا بقى نعمل قل هو الله أحد، فلق، الناس، حاجات زي كده، طبعًا بالإضافة لشغل الرتب العسكرية بتاعنا الأساسي، اللي هو أساسًا ما كانش بيتقطع. يعني حتى الكسوة لما وقفت، شغلنا مع الجيوش ما وقفش. جيش وشرطة وده لمصر وجميع الدول العربية كمان. عملية وراثية بحتة. يعني كان جدي بيعمل الحاجة بتاعة الملك، اللي هي البدلة أم قصب. فوالدي رحمة الله عليه كان بيعمل برضه البدلة بتاعة السادات. أنا بالتبعية عملت حاجات لمبارك والمشير طنطاوي، وكنا عملنا هنا فستان الأميرة ديانا. كان جالنا الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا. طبعًا بالإضافة لفنانين كتير يعني، جالي هنا لطفي بوشناق، وكان جالنا هنا الفنان شعبان حسين، وجاتني هنا الفنانة كريمة مختار. وكنا عملنا الستارة بتاعة مسرح نيو أوبرا. يمكن مرة من ضمن المرات أتذكر كان
كان بوتين جه زيارة هنا لمصر وما كانش لسه بقى رئيس روسيا، كان تقريبا في المخابرات الحربية، وكان في بادج من البادجات بتاعته اتقطعت، حتى في برنامج من البرامج أنا مش فاكر اسم البرنامج إيه صراحة. فالمذيعة سألت الراجل يعني، فقالت له، فحكى لها القصة، فلا حتى البادج بتاع بوتين لما اتقطع رحنا عند شوقي في الحسين عشان يعمله. اللي يتعلم الصنعة دي أو يشربها بيطلع المنتج على إيده، حاجة يعني يتباهى بيها. حتى احنا بنقول للناس اللي تيجي تشتري مننا عندنا حته او حاجه، اللي يعرف يعمل حته بالنظافه بتاعتنا يورينا. وعلى فكره احنا يعني من تواضع لله رفعه، بس احنا بنقول للناس ان المهنه دي ليها اصول، فلما تعملها على اصولها لازم تطلع حاجه يعني بتكون فوق الوصف. يعني طبعا بسمع حاجات دلوقتي غريبه في التلفزيون، بيقول لك مثلا اصل ده يدوي، فلازم تلاقي فيه اي عيب. بالعكس، بالعكس، لا يمكن الحاجه اليدويه يكون فيها اي عيب. يعني المصريين القدماء عملوا تماثيل من ذهب، يعجز النهارده العلم الحديث على انه يعملها باشد انواع الكمبيوتر، ما يعملهاش، وكانت يدوي. دي الفراعنه، مش لسه يعني عهد حديث او بتاع، لا. الحمد لله رب العالمين، بقدر الامكان حاولنا ان احنا نوصل للناس الكلام ده للعامه يعني، والحمد لله ربنا وفقنا يا رب. ولو الكل نسي احنا نفكرهم ونعرف ولادنا ان لنا الشرف في صناعتها، ولو حتى بطلنا فالبداية كانت من هنا.